ترامب طالع بيقول ان مفروض الحرب هتنتهي في خلال اسبوع. تعال اقول لك ان هو كذاب ابن كذابه ومش هنصدقه، بس هنقول ليه عايز ينهي الحرب دي. اولا مضيق هرمز عمل مشكله كبيره جدا في الطاقه في امريكا، وحلفائه في امريكا قلبين عليه. ده رقم واحد. حلفائه في امريكا، حلفائه في اوروبا مش عايزين يساعدوه في فتح مضيق هرمز. فانت هيعمل ايه وهو لوحده دلوقتي وملطوط في الحرب دي بسبب الكيان ابن الوسخه؟ فهيعمل ايه دلوقتي؟ فهو مضطر وعن غير رغبته ان هو ينهي الحرب دي، لان فترتها بقت كبيره جدا، وكمان لان الخليج للاسف اتلط معاه وما كانش يعرف ان ده اللي هيحصل. الخليج ملسوع في استثمارات وبنية تحتية وابار وحاجات شامله الطاقه، لان امريكا بتضرب برضو يعني حاجات في الطاقه والبنيه التحتيه في ايران. فايران مش سكتاله، عماله بتضرب برضو في الخليج. بس على عكس ما هو بيتقال ان الخليج مش عايز ينهي الحرب دي، لان حاسس ان ايران بقت اخطر عليه مما كان، على عكس ما بيطلع وزير خارجية قطر، على عكس ما بيطلع ولي العهد محمد بن سلمان. هو بيقول ان ايران اختنا وجارتنا، وان ايران دولة ما ينفعش حد يشيلها من الخريطة، وبلا بلا كلام كتير، فاهمني؟ بس كل اللي احنا بنقوله ده تقارير بتطلعها الصحف الامريكية. فانت ان شاء الله نبشر ان الحرب دي تنتهي في القريب العاجل، مع اني مش مصدق الكذاب ابن الكذابه، وربنا يستر علينا وعليكم، وصباحكم فل ان شاء الله.